السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعيدة. النهاردة هنتكلم مع بعض على موضوع الثقة بالنفس عند الأطفال. ازاي أربي ابني أو بنتي ويكون عندهم ثقة بنفسهم عالية. الموضوع ده لازم نبقى متأكدين كده من جوانا ان هو مش هيتولد بين يوم وليلة، وان احنا مش حاجة هننزل نشتريها من السوبر ماركت. لا، دي حاجة كده عاملة زي الزرعة. لازم الأول انتي تحطي البذرة جوه أولادك علشان وتبتدي تهتمي بيها وتراعيها علشان تكبر وتبقى يعني زرعة كبيرة وتفرحك. طيب تمام، انا بقى يا ترى ايه الخطوات اللي المفروض اعملها مع ولادي من وهم صغيرين علشان اخليهم واثقين في نفسهم؟ طبعا مش قادره اقول لكم ان الطفل طول ما هو واثق في نفسه كل ما بيكبر بيقدر ان هو يتصرف في مواقف كتير جدا. بيبقى الثقه بالنفس ديت بتبقى واحده من اهم الاحجار اللي بيعتمد عليها عمليه النجاح. يعني مش النجاح، طبعا ما بتكلمش على النجاح الاكاديمي، انا بتكلم على النجاح في المطلق. يعني انا عايزه اولادي يبقوا ناجحين يقدروا يمشوا في حياتهم صح، يبقى انا لازم اربي اطفال واثقه من نفسها. اول حاجه لازم اتاكد ان انا موصلاها لولادي ان هم يبقوا عارفين ومتاكدين كويس قوي ان انا بحبهم حب غير مشروط. يعني ايه حب غير مشروط؟ يعني ما ينفعش اقول مثلا لو خلصت طبق الاكل دوت انا هحبك جدا. لو انتي خلصتي الواجب وسمعتي الكلام ما تشقتيش فانا برضو هحبك جدا. لا، مفيش الكلام دوت، ما نربطش حبنا باي حاجه. الطفل لازم يبقى عارف ان انا بحبك. يعني انت غلطت ما غلطتش، عملت حاجة ضايقتني او لا، فانا بحبك في كل الاوقات. ازعل منك عشان موقف او عشان سلوك انا متضايقة منك فيه، لكن انت شخصيا كابني انا بحبك. في حاجة كمان، تاني حاجة لازم ناخد بالنا منها، ان احنا ندي للطفل على قد عمره مهام يقدر يقوم بيها. يعني ايه الكلام ده؟ في البداية كده لما يجي يلعب، ها يلا بقى عايزين نبقى شاطرين كده ونلم الالعاب بتاعتنا في البوكس، وتسيبيه واحدة واحدة بعد ما يخلص اللعب يلم الالعاب في البوكس بتاعته. طيب كبر شوية او كبرت شوية، يقدروا بعد كده يرتبوا السرير بتاعهم، يرتبوا الأوضة بتاعتهم، يساعدوكي وانتي بتحضري السفرة، ممكن يساعدوكي في المطبخ. مفيش مشاكل خالص. كل ما يكبروا هتديهم مهام تناسب العمر بتاعهم. تالت حاجة لازم ناخد بالنا منها، ان احنا لازم يبقى عندنا وقت خاص باولادنا. يعني وقت خاص باولادنا يبقى عندي ان شاء الله نص ساعة في اليوم اقعد فيها مع اولادي، نتكلم مع بعض، نلعب سوا. لازم اوثق العلاقة اللي بيني وبينهم، لان كل ما توثقي العلاقة ديت كل ما هتبقى اطفالك واثقة من نفسها اكتر. تالت حاجة لازم اخد بالي منها، او رابع حاجة، ان انا ابعد بقى عن موضوع النقد المستمر والشتيمه. يعني ما بقاش عامله كده زي الصياد اللي قاعد مستني الفريسه بتاعته اول ما تعدي على طول يهجم عليها. لا، ما ينفعش. وما اشتغلش بقى شغل الفلتر، وان انا عايزه الحياه مثاليه وان هما مش هيغلطوا، ولو غلطوا بقى انا قاعده لهم على الواحده. لا، الحاجه اللي ينفع تعدي فاحنا لازم نعديها. ما نقفش الا على الحاجات اللي فعلا ما ينفعش انها تتعدى. الشتايم بقى طول ما احنا قاعدين، يا غبي يا حمار انت ما بتفهمش انت فاشل، كل ده بيكون صورة سلبية بتترسخ هنا عند الطفل. طبعا قاعد مثلا على سبيل المثال بيحل مسألة، انا قاعد بحل مسألة ومعرفتش احلها، فبدل بقى ما اقعد افكر واجهد نفسي واشوف الحل ممكن يجي ازاي او بانهي طريقة، او اروح لماما اسالها واروح لبابا، تلاقي بقى الطفل قاعد مع نفسه، لا انا غبي فعلا، انا مش بفهم. لا خلاص بقى، هو الصورة اللي هنا هتبدأ تطلع ويبدأ بقى ايه يرددها هو بينه وبين نفسه، فبالفعل مش هيقدر يحل المسألة دي. وقيسي على ده بقى حاجات تانية كتير لحد ما يكبروا. ممكن مثلا يدخل في مشروع او تدخل في مشروع والمشروع دوت يفشل، بدل ما ندور بقى على اسباب الفشل ونحاول ننجحه بشكل تاني، لا، يجي على طول في دماغنا ده ماما قالت لي ان انت فاشل، فانا فعلا مش هقدر اعمل حاجة. خلاص وقفوا مكانهم كده مش هيتحركوا. لازم كمان اخد بالي كويس قوي ان انا بلاش ابقى خايفة عليهم خوف مبالغ فيه. يعني ايه خوف مبالغ فيه؟ ولادي بيلعبوا، واحد فيهم وقع ما تعورش ما حصلوش حاجة الحمد لله، يقدر يقوم تاني، اسيبه، ما جريش بقى عليه بسرعة واحاول ان انا اقومه واسنده، لا، اديله فرصة ان هو يحاول ويقوم، وحتى لو اتخبط بس انا متأكدة ان مفيش حاجة ازياء او ان هو مش متعور او في حاجة كبيرة، فانا لازم اسيبه او اسيبها تعتمد على نفسها. قاعدين بيلعبوا مع بعض واختلفوا على حاجة، مش لازم اقوم متدخلة على طول، لا،
اديهم فرصة يحاولوا يحلوا المشكلة دي من نفسهم. الموضوع دوت بيفرق معاهم كتير، بيعلمهم مهارة حل المشكلات، بيخلي الثقة بالنفس عالية جدا. وفي موضوع مهم جدا كمان بيعلي الثقة بالنفس جدا، ان انت تركزي قوي مع الطفل طول ما هو بيتكلم. اسمعي بكل حواسك، حسسيه قد ايه هو مهم، قد ايه انت مهتمة بالكلام بتاعه دوت. اسمعي وركزي وما تقطعيش. طب وهو بيتكلم او هي بتتكلم قالوا حاجات مش عجباني، لا ما تعلقيش، اديله فرصة او اديها فرصة تكمل لحد الاخر. وبعد ما يخلصوا خالص ممكن تبدأي تناقشيهم في الحاجة اللي مش عاجباكي، او في الحاجة مثلا اللي لفتت نظرك في وسط الكلام. كمان مهم جدا ان انا مقارنش. المقارنة دي بتعمل مصايب كبيرة جدا، بتهد بشكل مش طبيعي. يعني بقى طول ما احنا قاعدين، بص ابن خالتك، بص ابن بنت عمتك، بص مثلا اخوكي. لا ما نقارنش باي حد. طبعا الطفل مغلبني، عايزه اديله مثال، طب بص فلان عشان اشجعه. شجعي عن طريق نفسه، قارنيه بنفسه. يعني انت الشهر ده درجاتك مش حلوه بالنسبه للشهر اللي فات. واقارن وعلق دايما على السلوكيات مش على الطفل، لان ساعات بيحصل كده غلط، ان الطفل بيوصل له دي ماما زعلانه، دي ماما متضايقه، يبقى ماما بتكرهني. لا نحاول بقى نبعد عن المقارنه خالص، لانها بتهد مش بتبني. طب انا جه مثلا يعني الطفل بنتي او ابني جابوا لي رسمه، بصي يا ماما انا رسمت لك ايه. طب يا حبيبتي، طيب طب يا حبيبي لما اخلص بس ابقى اشوفها. لا لا خالص نهائي، انت لازم تسيبي كل اللي في ايدك. مش الموضوع مش هيستغرق اكتر من دقيقه، بس هيفرق كتير في سنين قدام. وهيفرق كمان في الزرعه اللي انت يعني البذره اللي انت حطيتيها جوه ديت هتبدا تكبر، بذره الثقه بالنفس. هيبقوا واثقين في نفسهم جدا. اسيب كل اللي في ايدي، الله الرسمه جميله، ويا ريت بقى لو عملنا ركن كده في الاوضه بتاعتهم نعلق عليه بقى الصور اللي بيرسموها او الحاجه اللي بيلونوها. تبقى حاجه ممتازه جدا، بيحسوا قد ايه هم مهمين. والموضوع دوت بيعلي الثقة بالنفس جدا جدا. طيب حاولي بقدر الامكان يعني تاخدي رأي ولادك، يعني ما تخليهمش بقى ايه خلاص احنا قررنا ويلا بقى عشان ننفذ. لا شوريهم لما يكون في موضوع اتكلمي معاهم، بس دول صغيرين مش هيفهموا. مفيش مشكلة، ده انا بتكلم في ابسط حاجة. خارجين وانا مثلا خلاص قررت ان انا هلبس يا البلوزه دي يا البلوزه دي، فاجيب مثلا بنتي واقول لها ايه، طيب ايه رايك البس البلوزه دي ولا البلوزه دي هتبقى عليا احسن؟ ها تحبي انهي واحده، او شايفه كده انهي واحده شكلها يبقى حلو؟ فهي تقول لك دي يا ماما. خلاص انا اخترت دي ولبستها ونزلت. هي بقى على فرحتها وسعادتها، وقد ايه بقى الثقه بالنفس عندها كده عليت. ده ماما خدت برايي، ده انا رايي مهم. انت كده كده من الاول هو انت مقرره خلاص هتلبسي دي او دي. ف يعني اللي اقصده ان انت تتعاملي مع الموضوع بذكاء. خلاص انا مقرره واخده القرار، بس ما حاولش اوصل ده بقى. لا لا انت اللي اخترتي وانا ايه خدت بالاختيار بتاعك. حاولي يبقى فيه دايما اختيارات في كل حاجة، في لبسهم، في اكلهم، في شربهم. تاخد دي ولا دي، تاخدي دي ولا دي، لازم يبقى فيه الاختيار. الاختيار ده مهم جدا، لان كل ما بتفرضي الحاجة على الطفل ده بيضعف من شخصيته. وخصوصا بقى لو هو طفل عنيد، الموضوع هيبقى صعب جدا. يعني هيواجهك مشاكل كتير جدا بسبب الحاجة دي. نركز مع اولادنا، نسمعهم كويس، نوصل لهم قد ايه احنا بنحبهم، نبوسهم ونحضنهم على قد ما نقدر. ربنا يحفظ ولادنا. والموضوع مش سهل، هياخد معانا وقت، لكن طالما زرعتي من الاول وحطيتي البذرة صح واهتميتي بيها واحدة واحدة وبالتدريج، بجد النتيجة هتبقى هايلة جدا. يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم.